السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل أصحابي وكل متابعيني. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض تشيز كيك بالشوكولات. الوصفة سهلة جدا وسريعة جدا، الشكل النهائي هيكون رائع جدا وشيك. هنستخدم فيها الكريمة العادية، مش هنستخدم الكريمة اللباني ولا هنستخدم الجيلاتين ولا هنستخدم جبنة عالية السعر. هنستخدم مقادير متوفرة وأسعار كويسة على قد إيدينا كلنا. النتيجة هتكون مبهرة جدا، مشاهدة ممتعة بإذن الله. هنا هنستخدم في المقادير بسكوت اوريو او اي بسكوت بالشوكولات، طحناه كويس جدا ناعم. استخدمنا 3 معالق من الزبده بحراره الغرفه. هنمسك دلوقتي البسكوت المطحون مع الزبده لحد ما يبقى زي الرمل المبلول كده. هنقلب كويس، هنضغطه في الصينيه جدا، هنحطه في التلاجة او في الفريزر لمده ساعه. دلوقتي الطبقه اللي في النص هتبقى عبارة عن كوباية من الحليب المتلج، معاه ظرف من الكريمة، ومعاه هنا 4 معالق من الحليب البودر. هنخفقهم جيدا. دلوقتي بقى هنزود عليه علبة من القشطة، 8 قطع من الجبنة المثلثات او جبنة كيري او اي جبنة عندنا كريمية. هنخفق كويس جدا. ده القوام اللي احنا عايزين نحصل عليه، وما استخدمناش الجيلاتين وهيطلع ممتاز. هنقسمه نصين، نص هنسيبه ابيض والنص التاني هنزود عليه نوتيلا او اي شوكولاته سايحه او كاكاو المتوفر عندنا نشتغل بيه. ودي الطبقه اللي في النص هنسويها. والبسكوت اللي احنا استخدمناه اي نوع هنقطعه كده بشكل عشوائي. الطبقه دي هتتحط في الفريزر لمده ساعه قبل ما نستخدم الطبقه اللي فوقيها. وكده بعد ما خرجت من الساعه من التلاجة او الفريزر، ده الكريمه البيضاء اللي احنا كنا سايبينها. ده الوش بتاعنا، هنسويها كويس. ونزينها بأي حاجة متوفرة عندنا. أنا جبت هنا شوكولاتة سايحة وعملت خطوط عشوائية كده، أي شكل انتي بتعمليه. ممكن تحطي فورماسيلا أو شوكولات شيبس أو بشر شوكولاتة. وحطيت قطعة من البسكوت برضو. هنسيبها في الفريزر 8 ساعات. حطي بشر شوكولاتة في الوش أي حاجة. وكده شكلها النهائي. وكده خلص الفيديو. انتظركم ان شاء الله في فيديو جديد من مطبخ ممنوعة. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.